لله الذي قال عباده إلى جنته فضلا وكرما بصلاة الرجال أوجب علينا طاعته وما أوجب إلى جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمد تعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة عبد منيب قاطع هواه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأصل إلى الأبد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بالبر والإحسان وجددوا الإيمان بدوام الإحسان واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله هدى المفروضات وغير الورع ترك المحرمات وأفضل المفروضات صلوات خمس واجبات وعليكم بالمحافظة على أفكار الأوقات وقد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولا يعلم ما تصنعون واعلموا أن خير حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة وما تسسس به إلى النار وقد أخرج البخاري بذيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني إلى خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ابن آدم تتغافل بالدنيا والأيام تنعات والقبر قائد والأرض مسوات فريق بالجنة وفريق بالنير كما في محكم التنزيل مستحيل باقي تبديل وتصوير وتوبى لعبد البشر بيوبي وتدارك قبل الفوات وتزود لميعاد وداركه قبل حلول الممات. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والتقى والوسيلة وحثنا على طلب درجة رفيعة له والفضيلة أمرنا أن ننبر فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وثلث بالمؤمنين من دينه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها حسرا ومن صلى عليه حسرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا قامت كتفه وكتفه على باب الجنة وعليكم بالإكثار من الصلاة على نبي شكرا تجدوا ذلك أن الله سماجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى من صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين صديق الأكبر سيدنا أبي بكر منير أنور وعن سراج أهل الجنة ناصر بالثواب شهيد المهراب أبي حسين سيدنا عمر بن الخطاب وابن الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة أميلة سبحان الغالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الجدة الباقية لا زال إله ولا راقية اللهم صلنا بهم وانصر من نصر الدين واصل من قتل المسلمين على من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين وجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء ورب وغلاء وتعاون وسنا وباء غير من جميع خالق بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفعنا الجهل والجوع والمريا واكفنا من البلاء ما لا يكشف خيره اللهم فرج من سيدنا محمد اللهم فرج من سيدنا محمد اللهم فرج من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا